مرحبا أيها الأعزاء المقيمين في ألمانيا والناطقين باللغة العربية. هنالك اليوم عدة مواضيع سنتحدث بها تهمكم. إذن هذه المواضيع سنبدأ أولا بالموضوع الأول، وهو رقم التعريف الضريبي ورقم الضريبة. في ألمانيا هناك رقمين يتعلقان بالضرائب. الأول هو رقم التعريف الضريبي، والثاني هو رقم الضريبي. سأشرح لكم الآن ما هما. ما هو الرقم التعريف الضريبي؟ رقم التعريف الضريبي المعروف باسم شتويا إيدي هو رقم شخصي يحصل عليه كل شخص يعيش في ألمانيا. يبقى هذا الرقم ثابتا طوال حياتك، حتى إذا غيرت مكان سكنك أو غيرت اسمك. لماذا رقم التعريف الضريبي مهم؟ إن مكتب الضرائب فينانسامت هو من يستخدم رقم التعريف الضريبي، من خلاله يمكنهم حساب ومتابعة ضرائبك. إذا كنت تعمل في ألمانيا يجب أن يكون لدى صاحب العمل هذا الرقم لكي يتمكن من دفع ضريبة الدخل عنك. أين أجد رقم التعريف الضريبي؟ عندما تقوم بتسجيل عنوانك في ألمانيا ستصلك رسالة بالبريد تحتوي على رقم التعريف الضريبي. يجب أن تحتفظ بهذه الرسالة جيدا. هذا الرقم يتكون من 11 رقم ويظل ثابتا مدى الحياة، حتى إذا غيرت مكان سكنك أو اسمك. إذا فقدته يمكنك طلبه من جديد عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للجهة الحكومية المسؤولة عن الضرائب في ألمانيا. ما هو رقم الضريبة؟ رقم الضريبة هو رقم مخصص لك أيضا لكي يمنح من مكتب الضرائب في المدينة أو المنطقة التي تعيش فيها. هذا الرقم قد يتغير مثلا إذا انتقلت إلى مدينة أخرى. ما الغرض من استخدامه؟ رقم الضريبة ضروري عند التواصل مع مكتب الضرائب، وتحتاجه خاصة عند تقديم الإقرار الضريبي السنوي. وهناك معلومة مهمة يجب أن ننتبه عليها: كلا الرقمين مهمان لتعاملك مع الضرائب في ألمانيا. احتفظ بهما جيدا، وكذلك بالرسائل التي تحتوي عليهما.